حصل مؤخرا مع انه خرج في ظروف وهذا ما بدون توضيح علاش كاع تشد، ما كاين باس بلا ما نوضحوا. غادي نقرا عليكم قصيده حاله خطر في السبيطار، واللي هي كانت تحيه لواحد المراه دارت قصيده في الليل، وفي النهار بقات 3 ايام في المستشفى ما شاف فيها حد، مسؤول فيها حد. وفي هذيك اللحظه كنت قلت هذه القصيده. البارح في السبيطار يا ناس عقلي طار، البارح في السبيطار يا ناس عقلي طار، بنت الشعب مليوحه في كولوار، واخا حالتها في خطر داز الطبيب طل ما عطى اخبار، جا فرملي حل شويه سترها بيزار، وتما بقات 2 ليلات ونهار. حتى جاو شي عيالات جايات، شي رجال حرار داروا اليد في يد شي دريات، ضلوا في المدينه ملاوطات، سراو قهوه وبار، جمعوا تقرقيبه المول السبيطار، خلصوا شويه وبقى بزاف، خلصوا شويه وبقى بزاف، جابوا الموافقه وبيديهم دفعوا البياص يا حضار، والمسكينه اتنين من حر الجره وزفت الحقره كاع محفر يحفر في ذات الغريبه دبره دبره، واللي داز وشاف بعينه ما حن بقلبه ما قال هذا عار. قولوا معايا جميعا هذا عار هذا عار هذا عار هذا عار، والصحة في خطر والصحة في خطر، هذا عار هذا عار هذا عار هذا عار، مستقبلنا في خطر الشعب في خطر، هذا عار هذا عار. تحية لكم كاملين، وكنشكر المغاربة الحرار والمغربيات الحرات اللي باقيين صامدات ومصرات على الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. تحية لحركة 20 فبراير الصامدة والمستمرة من أجل حرية كرامة عدالة اجتماعية.